يعرفوش. وحتى كذلك نقول التكريمه اللي يروحوا، حتى نقول مره اخرى الله يرحمه وينعم. الله يرحمه وينعم. ندخل في الموضوع طول. تفضلي. يا سيدي يس. شخصية وحكاية نتاع فقرة اليوم من حكاية درويش تتعلق بقامة من قامات الثقافة والأدب والإعلام، واللي الجمعة التالي اللي فاتت كانت الذكرى 93 لميلاده. نحكيو على الشاعر الضوء والياسمين الدكتور والشاعر والأستاذ الجامعي نور الدين صمود. تحلت عينيه على حافة البحر وأمواجه، وعاشت في أعماق القصيدة، وتولد بالضبط في 6 جويلية 1932 في مدينة قليبية الساحرة منطقة الرأس الطيب. قرا في جامعة الزيتونة حتى لين تحصل على الثانوية العامة، كما نقولوا احنا بالتونسي البكالوريا، وبعد قصد ربي للقاهرة. وكان من بين أساتذته الأديب طه حسين، وكمل دراسته في الآداب في الجامعة اللبنانية، وفي عام 59 تحصل منها على الإجازة في الآداب وعلى دكتوراه دولة من الجامعة التونسية عام 91. في مجال التدريس بدأ مشواره في مرحلة التعليم الثانوي، وبعد باش يقري في الجامعة الزيتونة في معهد الشريعة وأصول الدين والمعهد العالي للموسيقى. الشاعر نور الدين صمود ملي هو صغير ظهر ميوله للشعر وللكلمة وسحر الحروف. من وقتها بدأ يبحث ويتعمق في مقومات الشعر العربي، وأصدر عدة مجموعات شعرية كما مثلا رحلة في العبير عام 69، صمود عام 1980، نور على نور 1986، وما نساش حتى يكتب للأطفال منها طيور وزهور عام 79، وحديقة الحيوان عام 91. ايش باش نحكي وايش باش نخلي على الشاعر الضوء والياسمين قد ما نحكي عليه وشويه. علاش انا ديما نقول من هالمنبر الحكايه هذه ما هي الا شمعة نضوي بها علقامات من اهل الثقافه والابداع، باش نقعدوا ديما متفكرينهم، وخاصه نعرفوا بهم للشبيبه نتاع توا. ونرجع ونقول شاعرنا الراحل فقيد الادب التونسي والعربي هو شاعر الجوائز والتكريمات، ويمكن اهم تكريم هو اللي حظى به في الدورة 16 لمهرجان الشارقة للشعر العربي، واللي كان تتويج لعدة تكريمات وجوائز. وثم ركن جميل أنا شفته بعيني في داره، عبارة على متحف الدروع والتكريمات. خاطر ما نفوتك بالحديث أنه آخر حوار عمله قبل ما يتوفى كان معي أنا والصحفي القدير شكري بصومي، كنا وقتها نسجلوا في شهادة من شهاداته بخلال معايشته السيدة نعمة وقت عملنا على كتاب أنا اسمي تونس. بربي شكون ما عندوش وما قراش الكتاب الصغير هذاك العروض المختصر، كتاب خفيف نظيف. هو كانت عنده لمسته فك البحور الشعريه اللي عددهم 16، واللي كتبهم 15 منهم ابو الخليل ابن احمد الفراهيدي. كانت لمسه نور الدين صمود مع البحور جذابه ومتعه، وتخليك تلتهم الكتاب بنهم وبطريقه تخلي الواحد يقبل على كتابه الشعر ويتغرم به. اهتم بالشعر نتاعو عدد كبير من النقاد، كانت للشاعر نور الدين صمود صولات وجولات في مجال الإعلام الثقافي، وعدى 50 عام تجربة في الإذاعة الوطنية التونسية. غناوا من كلماته كبار الفنانين التوانسة، سيد علي الرياحي، السيدة عليا والسيدة نعمة، وصلت أكثر من قصيدة 100 قصيدة مغنات. هو اللي عرف الشعر بقوله: للشعر تعريف علمي جاف أعتبره صحيحا وهو الكلام الموزون المقفى الدال على معنى. الشعر والشاعر عند نور الدين صمود ماهوش مطالب بتقديم أفكار ومواعظ ونصايح، برك يلزم يوصل الشعر متاعه إلى قلب المتلقي. الشعر عليه كان يكتب شعر مؤثر فيه موسيقى وخيال ووزن وإيقاع. في الآخر نقول يا يسر، الشاعر والأستاذ نور الدين صمود محطة تاريخية مرجعية في تاريخ الأدب التونسي والعربي، واللي غادرنا إلى الرفيق الأعلى يوم 11 جان في 2022 جسد، ومش تقعد آثاره الفكرية والأدبية والإعلامية راسخة في ذهننا إلى الأبد. أكيد الله يرحمه وينعمه الدكتور نور الدين صمود
نور الدين صمود قامة كبيرة كما قلنا، وهذه يعني كان باش نحكيو على مسيرته يحب لنا سوايع وسوايع. صحيح صحيح. خلى تبارك الله إنتاجات مهمة برشا، وعلى المستوى الإنساني كان إنسان متميز برشا. احنا جلسته عرفناه. خفيفه، جلسته هذا هو. خفيفه. احنا كي دخلنا أول ما دخلنا للإذاعة والتلفزة كان ما يبخلش علينا بنصيحة. يعني حضر معنا في برشا برامج، ما كانش يفرق يعني ما بين صحفي او منشط مازال كيدخل، ولا كان يحكي متواضع متواضع يمد يحضر معك في برامجك تستضيفه يقدم نصيحك. يعني كان مستوى راقي جدا. انساني من مستوى عالي ياسر ما معناتها. حسيناش بالوقت هذا يا هو. يسر كي مشينا نصوروا عنده وقتها. عدينا سوايع ما فقناش به الوقت، وكتفدليك نتاعو والضمار نتاعو. فاليوم بالذات في منتدى الخليل في قليبيا، بنته ميلاء صمود نحييها بالمناسبة، نحييها. عاملة لما في ذكرى 93 ميلاده، وهذه عادة يعملها هو في منتدى الخليل. تواصلت مع ميلاء بنته، خذت عليه المشعل، فباش تكون لما أدبية فكرية في حديقة المنزل نتاعو، حديقة غناء تلم الشمل. فاليوم ان شاء الله انطلاقا من 7 مساء باش تكون اللمه دي لمسه وفاء روحه وذكرى لميلاده 93. وكذلك البيت نتاعو تحول الى نادي ثقافي. نادي ثقافي منتدى الخليل. اي ونسيت باش يكون هو بالتعاون مع بيت الشعر القيرواني، اي. مع السيده والشاعره جميله الماجد، باش تكون لما. هذو من الكبار، هذو من القامات الكبيره اللي ما يموتوش، يقعدوا من خلال فنهم، ثم من خلال اثار. اعمالهم، من خلال تضحيتهم في سبيل العمل نتاعهم، يقعدوا ذكراهم تبقى في كل عمل قدموه. وهذيك ميزه الفنان اي. وميزه الاديب وميزه اللي يخلي اثر نقول لك والمرء حديث من بعده. يعني شو باش معناها شنو هي الدنيا ذي كي ما يخليش واحد اثر بعد وفاته. ناس تتغنى به، ناس تتمتع بالاثار نتاعو. وهذا الحال بالنسبه للدكتور نور الدين صمود اللي قاعد تقول عليه مازال حي معنا. هذا هو. شكرا ليك هشام، يعطيك الصحة. عايشك يا شكرا ان ليك. شاء الله فقره اخرى إن وشخصيه شاء الله أخرى إن شاء الله، ومرة أخرى نقول لك ألف مبروك على الله يبارك التتويج فيك. المستحق والمتميز. شكرا ليك.